الرجولة في خطر، الرجولة المغربية في خطر، صافي. لا الولد ولد ولا البنت بنت، لا البنت فيها الحياء والحشمة، لا البنت فيها اللباس اللي يليق بها، لا البنت عندها السلوك اللي يليق بها، المظهر اللي يليق بها، التصرف اللي يليق بها، ولا الوقوف في الأمكنة اللي تليق بها، ولا مع أفراد اللي يليقوا بها، ولا بالنسبة للبنت. والذكر ما بقيتيش تعرفوا لا هو ذكر ولا أنثى، ما بقيتيش تعرفوا في لباسه لا واش هذا راجل، واش هذا مشروع راجل، واش الولد حرش ولا ماشي حرش. كل شيء مثل الأغلبية طالعين رطب بزاف، رطب بزاف. واش ما فهمتش واش حيت يوضح لنا واش تكلمتي مع شي واحد في هضرته ولا لباسو ولا بلا هضره، بلا غير تشوفي بعينيك. ما بقاش تتبان لك الرجوله في الاطفال. كنهضر عموما، ما كتبانلكش ذاك الولد حرش، الولد الحرش اللي غيطلع اللي ما عرفناش من زمان غادي يكون، ملي غادي يكون هو راجل ومسؤول. يعني دابا 20 عام ما عرفتوش كي غيكون زمانه. شوف حنا هذا العجب اللي حنا عايشين فيه، حنا دابا حنا وعايشين في زمن ليس بالسهل. حراك من دابا 20 عام ولا 30 عام اللي يكونوا هما وصلوا ل 30 عام، وصلوا ل 35 عام، الاباء والامهات مستقبلا. لانه ما كاين رياضه مسقده، الرياضه اللي تليق بالذكر. واش عيب الله، حنا كان عندنا عيب ما ديرش شي رياضه ديال الفنون الحرب ولا كره القدم ولا داكشي الالعاب الجماعيه والمقاتله. عيب الا ما درتيش انت، ما كنتيش كدير هادشي هذا. وكانوا هذوك اللي لاباس عليهم كيمشيو يديروا كره التنس، كره كذا، ما كاين حتى مشكل، دير لي كره التنس. ولكن دابا ما بقاش عندنا كاع الرياضه، ما بقاش، ما كتشوفش الحروف المعالم ديال الرياضه في الجسم ديال الذكر. رجع ما كتعرفوا لا ولد ولا بنت في الجسم ديالو. الا كان لابس، الا كان في المسبح ولا في الحمام ولا في البحر، ما تيبان لك، ما كاينش الرسم ديال الذكر، ما كاينش. كي غندير انا ما عرفتش كيفاش تنغفلوا على شي حاجه بحال هادشي هذا اللي ما تنعلموش ولادنا دابا يديروا الرياضه اللي تليق بالذكر، والبنت دير الرياضه اللي تليق بالانثى، اللي ما كنعلموش يلبسوا الحوايج ديال الذكور. ما بقيناش نعرفوا واش كان غيلبس سروالو وعيط له شي واحد بالزربه وخلاه هابط وخرج به، خلاه نص هابط، ما عرفتوش واش كان كيلبس سروالو ودار بناقص ما بقاش باغي يلبس وخرج هكاك. ما عرفتش حوايج مقطعين، شي امور ما عرفت. كاين شي امور اللي يمكن ما ندخلش فيها، تدخل في الحريات الخاصه، ولكن تنهضر على مساله قوميه. هذا امن قومي، هذه مساله قوميه كتعلق بالشعب المغربي، بالمملكه المغربيه ومستقبل الرجال ديال المملكه المغربيه. اذن هادشي تنتكلم على الظاهر، وعاد ارى السلوك والمروءه، المروءه ديال تقدم. واحد النهار انا راه كنت غنغرق، حشمت، كنت في واحد في المطار وما عرفتيش داكشي، غادي نهز الحقيبه ديالي وهي تجي وحده من المضيفات حيت داخل داكشي في خدمتها، بغات تهز لي الحقيبه ديالي زعما غادي تخدمني. غرقيت. حتى شاد الهم هذا فين وصلنا، شاد التقليب هذا وقف. هذه زعما المساواه بين الراجل والمراه. هي دابا هذه خدامه غادي تهز لي انا الباليزه ديالي، هذه المراه دابا غتهز لي الباليزه ديالي حيت في البروتوكول دكتور هذه خدمتها ولكن ما تهزليش الباليزه. ما انا بالنسبه لي شي حاجه خدشات لي، شي حاجه ديالي اولا ديالي انا، ثانيا مراه تهز لي الثقل ديالي انا، ما غير مقبوله، ولا على الاقل ما تربيناش هكا. اذا كنهضر على المظاهر، وتنهضر حتى على المروءه وعلى الرجوله والشهامه. الولد كيفاش خصو يدافع على البنت، كيفاش خلو يدير اسبقيه البنت، كيفاش يحمي البنت، كيفاش يحترم الرجل الكبير، كيفاش يحترم المراه الكبيره، العجوز هذا ماشي عجوز، هذا فقير، هذا ضرير قاطع الطريق، هذا الزبل ما نديرو. هادشي هذا ما بقيناش نشوفوه كاع. كل شيء خايد في التليفون ديالو، وملي كيهز راسو ما كتعرفوا لا ولد ولا بنت. يعني كي غادي دير كيفاش وزاره التضامن، وزارة الأسرة، وزارة الشبيبة. شنو علاقة الأسرة؟ خلينا الأسرة الأب والأم فينا هما، عاد نمشيو للوزارة. لا، أنا كنهضر على استراتيجية، على تحسيس، على تعبئة، على تأطير، على مرافقة. ولكن واش دابا الآباء تيسحابهم راه غيجيب الفلوس لولدك وكلو؟ هذه هي المسؤولية ديالك. والأم حتى هي خرجت تخدم، حتى هي كدابز مع الزمان مع ذاك الراجل، خصها تقاسم معاه، ومخلي الولاد لما نخليوهم. راه مشكل كبير هذا، راه مشكل، راه ما الرجوله في خطر، الرجوله المغربيه في خطر، صافي.